مساء الخير، أهلا بيكم في أسهل طريقة مع ميم. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني فياريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش حاجات جامدة جدا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية الريش البيتلو بالخضار، وممكن كمان تعمليها بالريش الضاني. المكونات سهلة وبسيطة والطريقة أبسط من كده مفيش. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريش بقى ضاني بيتلو زي ما انتي حابة، وهنعمل خلطة عبارة عن بصلاية كبيرة هنبشرها، هناخد نصها بس كده في الطبق. هنحط عليها ملح حسب الرغبة، هنحط عليها فلفل اسود معلقة صغيرة، هنحط بهارات مشكلة او السبع بهارات معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بابريكا، وكمان معلقة صغيرة بودرة ثوم. مكونات بسيطة جدا. هنجيب كمان طماطمتين مبشورين او مضروبين في الكبة، هنحطهم على الخلطة دي. هناخد نصهم بس، مش هناخدهم كلهم كده. هنحط رشة زيت زيتون، مش هنكتر، وهنحط حوالي معلقة كبيرة من دبس الرمان وبس كده. وهنخلط الخلطة بتاعتنا اهو. هننزل بقى بخلطتنا الحلوة دي كده، وقلبي بقى كويس جدا كله مع بعضه. انا عايزة كله يشرب من الخلطة. هنسيبها حوالي نص ساعة اقل حاجة يعني، علشان بس تتشرب وتاخد الطعم الحلو. هجيب بقى صينية كده وهمسحها بشوية من الزيت كده خفيف جدا، اسخنها كويس، وهنزل بقى بالريش بتاعتي بعد لما سيبناها في الثلاجة نص ساعة او اكتر زي ما انت عايزة، بس اقل حاجة زي ما قلنا نص ساعة. انزل بالريش كده. النار بتاعتي تبقى عالية جدا، الصينية سخنة جدا علشان ما تنزلش مية. انا عايزاها تحتفظ بالمية بتاعتها جواها او العصارة بتاعتها جواها، مش عايزاها تنزل مية خالص عشان كأني بشويها بالظبط. هنشوفها بقى بعد شوية كده اهي بدأت تتحمر او تتشوي. بصوا، عايزه اقول لكم الريحه تحفه تحفه. الريش ابتدت التحميره، نطلعها كده اهو في الصينيه اللي انا اشتغلت فيها قبل كده. احط فيها كده معلقه صغيره من الزبده ومعاها شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. وبعدين هنزل بباقي البصل اللي احنا كنا سيبناه في الاول خالص ده. هو الباقي من اللي حطيناه في التتبيله هيدبل كده حاجه بسيطه. هروح نازله بشويه خضار انا مقطعاها. قطعت ايه؟ قطعت بطاطس مكعبات، جزر، فلفل رومي، الحاجات اللي انت بتحبيها. بس هننزلها تتشوح مع البصل. ونقلب معلقه صغيره
فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات. انا كده بطعم بس الخضار. قبل كده التوابل اللي حطيناها كانت للحمة. شوية بابريكا، يعني معلقة صغيرة برضو، وهنزل ببودرة الثوم بتاعتي معلقة صغيرة برضو، مش هكتر. بهارات كده مع الخضار، نزود عليهم شوية ملح حسب الرغبة، ومش عايزين نكتر ملح نحط حبة صغيرة، بعد كده بتظبطي الملح براحتك. خلاص كده بصوا الخضار دخل في السوا شوية. تيجي بقى اجيب الريش بتاعتي، هرصها كده في الصينية، وبعدين لو تفتكروا كنا عصرنا طماطم هنحطها كده على وش الصينية. انا مش هدخلها الفرن ولا حاجة، انتي براحتك، عايزة تدخليها غطيها بالفويل ودخليها، بس انا هعملها على عين البوتاجاز من فوق كده اهو، هتستوي هتبقى زي الفل. وهنزود شوية مية ونسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها على الواطي وعلى الهادي، وهغطيها وهسيبها لغاية لما تستوي. عندي بقى الصينية بتاعتي بتاعت الريش استوت. بصوا بقى يا جماعة، بصوا بصوا، شايفين اللحمة بتنزل ازاي؟ مش مستحملة، والطعم حاجة مش ممكن. تعالوا ندوق سوا كده. يا نهار ابيض، تحفة تحفة، لازم تجربوها. وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. ودي كانت طريقة عمل صينية الريش البيتيلو بالخضار بأسهل طريقة مع ميم.